بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي ومشاهدي المصرية من كل مكان، أهلا بكم في بث جديد بخصوص طريقة استخدام العسل الأسود لغنم التسمين وعجول التسمين. يعني أنت راجل بتسمن غنم أو بتسمن عجول أو معيز أو أي حاجة بتسمنها عامة، في فصل الصيف بتبقى محتاجة نسب الطاقة تبقى عالية في قلب الخلطة اللي أنت بتقدمها لحاجتك داخل المزرعة. تمام. وبناء على طلب العملاء المحترمين اللي معانا، عايزين يعرفوا ازاي يستخدموا العسل الاسود بالنسبة على العلف وبالنسبة على المية. ان شاء الله هنقول لك الطريقتين والافضل فيهم استخدمهم. تمام. العسل الاسود يا جماعة بيعلي نسبة الطاقة عند الحيوان، خصوصا في فصل الشتاء. تمام. وقبل ما انسى، صحيح، الناس اللي حاجزه معايا غنم ان شاء الله بكره الغنم هتكون جاهزه، لان في ناس مكلماني وناس حاجزه معايا بقالها فتره. ان شاء الله الغنم بكره هتبقى جاهزه، وبرضك انا هوريك اهوت المكان عشان الناس اللي هي مش مصدقه. ان شاء الله انا محضر المكان والغنم هتيجي بكره ان شاء الله. يا جماعه الغنم اللي احنا بنجيبها لازم الغنم تكون نظيفه، خالية من أي عيوب شرعية مرضية. أنا بديك خروف رحماني تسمنه وتكسب من ورا منه وتاكل من ورا عيش. يعني الناس اللي حاجزة معايا وبغيب عليها عشان تكون الصورة واضحة، أنا بخش على 20 خروف اللي بيعجبني فيهم 5، وهم دول اللي سكتي عشان أنا أقدر أسوق، ولو قاعد عندي يكسبني، ولو أنت اشتريت مني تدعيلي. نرجع بقى لمرجوعنا. تمام. في ناس كتير كانت بتتكلم وبتقول احنا عايزين نرفع الطاقة، وفي فصل الشتاء بيبقى نسبة التحويل في الغنم والعجول ضعيفة. طبعا نسبة التحويل بالنسبة لعجل التسمين او خروف التسمين او جدي التسمين بتقل في فصل الشتاء، وده مش الحيوان هو اللي بيعملها بمزاجه، هو كده كده الجو بيبقى برد، بيبقى رطوبة. تمام. فبيبقى الحيوان العجل او الخروف عايز حاجه تدفي جسمه، فهي حاجه بسيطه لو انت ما خدتش بالك منها. الشوات العلف اللي انت بتحطهم للعجل بتاعك او الخروف بتاعك، النص او الثلاث ارباع هيروح في اتجاه التدفئه بتاعت الجسم، والباقي هيروح في التحويل. فعشان كده العجل او الخروف ما بيستفادش بكمية العلف المركز كلها في تحويل الكتلة العضلية. طب احنا عايزين نعمل حاجة عشان نستفاد من العلف المركز اللي احنا بنحطه، واكلنا وشربنا ما يروحش على الارض، ومدة الدورة ما تطولش. العسل الاسود عن تجربة، انا جربته عن طريق العلف وجربته عن طريق المية. الطريقتين كويسين ونسبة النجاح فيهم ان شاء الله 100%، ولكن اللي هي بتبقى على العلف بتبقى متعبة للراجل اللي لسه مبتدئ في مجال التربية او في مجال التسمين. فاحنا الطريقة السهلة لأي حد، لو انت لسه النهاردة جاي تشتغل في الغنم او العجول، الطريقة السهلة ليك ولغيرك، لان معظم مربيين الغنم اللي بيربوا فوق الاسطح واللي جايب له خروفين او 3 أو 10 جنب وظيفته، فالمدام بتاعته هي اللي بتدير المشروع على ما يروح شغله ويجي. فبالتالي احنا مش عايزين نتقل على ست البيت. تمام. ونخلي المعاملة والطريقة وطريقة الخدمة تبقى سهلة عليها. تمام. يبقى ان شاء الله هتضيف العسل الاسود بنسبة 10 سنتي لكل لتر من المية في مياه الشرب. انا قلت لك احنا بنستخدمه عن طريق طريقتين. ممكن تحطه على العلف المركز، بس كل علفة هتعلفها هتحط العسل وتقلب العلف كويس وتقدمه للبهيم بتاعك او الغنم بتاعتك. طب احنا عايزين نحطه بطريقة سهلة وفي نفس الوقت ناخد نفس النتيجة، يبقى هتحطه في مياه الشرب. في ناس عشان برضك توفر بتقول لك انا هحطه في الليل بس. تمام. لان في الليل درجة الرطوبة بتعلى، كلام سليم. طب انا عايز استفاد، يعني انت ما كنتش بتحط خالص وكان العلف المركز رايح في اتجاه التدفئة،
فاحنا في فصل الشتاء ابتداء من شهر 11، يعني 10 يوم كده ويوم كده، ابتداء من شهر 10 ان شاء الله لحد نهاية شهر 1. استخدم العسل الاسود صباحا ومساء في مياه الشرب. انت بتحط 10 لتر ميه، بتحط 20 لتر على حسب الكميه اللي انت بتحطها. تمام. هتجيب لك صفيحه عسل اسود جمله، يا ريت تجيبها جمله عشان توفر معاك برضه. تمام. يبقى هتحط على كل لتر ميه في قلب المسقه اللي انت بتحطها للغنم او العجول 10 سم عسل اسود خام، وتقلبه كويس وتمشي على كده صباحا ومساء. ان شاء الله هتاخد نتيجه كويسه، ان شاء الله هتاخد نتيجه كويسه، وهتاخد تحويل كويس، والشوات العلف اللي انت بتحطهم هيبانوا على جسم الحيوان. طب لو انت عايز تضيف على العلف المركز، يبقى دلوقتي انت بتعلف جرد العلف او جردلين او شكارة او شكارتين، يبقى كل كيلو علف عليه 50 سنتي، عليه 50 سنتي عسل اسود، عليه 50 سنتي عسل اسود. واستخدمه بالليل بس، واستخدمه بالليل بس، لان كده كده العلف والاكل بيغيب فترة كبيرة في معدة او كرش الحيوان وبيقعد يشتر عليه فبتغيب معاه. تمام. فاستخدمه 50 سنتي على كل كيلو علف. انت بتحط جردل بتحط 10 كيلو 20 كيلو، يبقى استخدمه على العلف المركز بنسبة 50 سنتي على الكيلو العلف. اما بالنسبة لمية الشرب هتحط 10 سنتي على كل لتر مية، وتمشي كده طول فترة الشتاء عشان تاخد التحويل اللي انت عايزه. وعلى فكرة العسل الاسود فيه مجموعة فيتامينات كبير، يعني فيه مجموعة في العسل الاسود فيه مجموعة او عناصر فيتامينات كبيرة، وفيه طاقة وفيه معادن وفيه حديد وفيه كل حاجة. يعني العسل الاسود مش مضر، بل بالعكس هيفيدك وهيفيد الحيوان بتاعك وهيفيد شغلك بنسبة 100%، وليس له آثار جانبية. وفي ناس بتستخدمه لتسمم الحمل. انت لو عندك غنم عشر والدة او لسه هتولد، الوالدة دي تسيبها دلوقتي، لو لسه هتولد في اخر شهرين من العشر، في اخر شهرين من العشر، دي بقى زتونة الفيديو بتاع النهاردة او البث بتاع النهاردة. تمام. انت عندك غنم عشر، عندك بقر عشر، عندك جاموس عشر، عندك معيز عشر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عندك اي حاجة عشر عندك في اخر شهرين قبل الولادة، هتستخدم العسل الاسود تجريع بالفم يوم ويوم. كل الغنم او المعيز 20 سم في البق في اي وقت، بعد الاكل قبل الاكل صبح ليل ظهر في اي وقت، المهم تاخد يوم ويوم 20 سم عسل اسود خام بالسرنجة في البق تجريع كده. ده بالنسبة للغنم والمعيز. اما بالنسبة للجاموس والعجول والبقر، اي حاجة عشر من المواشي الكبيرة ديت هتدي كل راس 50 سنتي، 50 سنتي عن طريق البق تجريع بالسرنجة. ان شاء الله هتفادي تسمم الحمل، هتاخد خلفة كويسة، هتاخد مناعة، هتاخد تحويل. الخلفة اللي هتنزل هتبقى كويسة. الام حالتها بعد الولادة وقبل الولادة هتكون كويسة. طب بعد الولادة هل ينفع استمر على العسل؟ طبعا، لو انت عايز اللبن يبقى كويس، لو عايز اللبن يبقى يزيد، هتستمر طول فترة الرضاعة 3 شهور، وتفرج على الخلفة اللي انت هتاخدها ان شاء الله. تمام. يبقى العسل الاسود ليه فوائد كتيرة بالنسبة للحم والعشر والفاضي والمليان. يبقى احنا كده اتكلمنا على طريقة استخدام العسل الاسود بخصوص فصل الشتاء. يا ريت الناس اللي معانا على البث تدعم الفيديو، تدعمنا بلايك، تدعمنا بقلب، عشان الفيديو يوصل ليك ولغيرك والأكبر عدد من الناس والكل يستفاد معانا. ومعلومة تاني او كلمة اخيرة تاني عشان بس ما اطولش عليكم، الناس اللي حاجزة معايا شغل انا بعتذر لهم، ولكن هتاخد الغنم اللي انت عايزها، اتقل هتاخد حاجة مستوية، ده مبدئي. اتقل هتاخد حاجة مستوية. انا الصبح ودلوقتي اجيب لك الغنم اللي انت عايز، اجيب لك خروف مصوف، خروف جعان وبالشيء الفلاني، وهتيجي تتفرج عليه مش هيعجبك.
انا شغال في الحولي السقو، الحولي النظيف، تمام؟ اللي يرفع راسي ويرفع راسك وتاكل من وراه عيش وانا اكل من وراه عيش والكل يسترزق، تمام؟ ان شاء الله اي حد عنده اي سؤال، اي استفسار بخصوص مواشي عجول غنم، انا اخوك الصغير وتحت امركم في اي وقت. الرقم بتاعي الواتس الخاص بالصفحة 011 45 79 16 60. الرقم متاح 24 ساعة لأي حد عايز أي حاجة، تمام؟ مش شرط بس بيع وشراء، احنا هنا إخوة أصحاب أصدقاء. أنت عندك معلومة أنا عندي معلومة، اتفضل قدمها، أنا استفاد منك أنت تستفاد مني، كلنا بنكمل بعض. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.